بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ طبعا ده اوان الجندفلي، فلازم نعمل جندفلي. هنعمله بس بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله هتعجبكم. ويلا بينا على المقادير. ده جندفلي نقعاه من بالليل للصبح، طبعا عشان الكبير ده ساعات بيبقى فيه رمله. انقعوه غيروا الميه عليه، يا ريت تكون الميه دافيه. ودي طماطميه مقطعاها مكعبات كده، ملح، شطه، كمون، بصلايه مخرطاها، وثلاث اربع فصوص توم متخرطين. ويلا نسمي الله ونحضر للاكله بتاعتنا. معايا حله سخنه على النار، هنزل بالجندفلي اللي معانا. انزل بالكميه كلها، اهم حاجه تكوني مصفيه من الميه. اهو بصي متفتح ازاي كله. انا نقعاه في ميه سخنه، ميه دافيه يعني مش سخنه قوي. اهو هنزل بالطماطمايه والبصلايه وكام فص توم كده متخرطين، تلات اربع فصوص. والثوم بيديله نفس رهيب. شويه ملح، شطه، كمون، بس كده. دي المقادير بتاعته اهي. نقلب كويس، قلبي الخلطة دي كلها، نطقيه كده على النار بالشكل دوت، بحيث ان الخلطة اللي احنا حطيناها دي كلها تتقلب فيه، تتوزع. ووطي النار عليه وغطيه اهوت. هنا بعد ما عدى حوالي 5 6 دقايق كده على النار، بوريكم بيتفتح ازاي. بصوا نضيف زي الفل. اهم حاجة تنقعيه في مية دافية. انا نقعته من بالليل للصبح، هينزل كل اللي فيه. وغيري بقى المية، انشلي وغيري المية تاني. خليته تاني، وطي النار عليه لحد ما شرب المية بتاعته. هو بياخد على النار من 7 دقايق ل10 دقايق بالظبط، ما بيغيبش على النار. هنا كان خلاص، طفيت عليه بقى ايه، وبغرفه اهو في الطبق بتاعنا. الخلطة اللي انا عملته بيها دي بتديله نفس وطعم تحفة قوي يا جماعة. اهو غرفته، بصوا شكله. وقطعنا طماطمية عملناها وردة كده. طبعا بتقدميه مع طبق طحينة، مع سمك، مع رز، اي حاجة بتحبيها اعمليها. ايه رأيكم بقى؟ وده الشكل النهائي للاكل بتاعنا. يا رب يكون عجبكم. لو عجبتكم الوصفه بتاعتي يا ريت تجربوها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه، تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد في اسرار الطبخ مع ام ربيع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.